إطلالات الصباح. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلاد. مستمعينا الأفاضل، نصل بمسامعكم الطيبة إلى آخر فقرة ضمن برنامج صباح الخير لنهار اليوم إطلالات الصباح. أعيد الترحاب من جديد. صباح الخير لكل من يجعل من صوته رسالة ومن حضوره أثرا ومن كلماته طاقة توقظ فينا الحياة. صباح النجاح حين يترجم إلى إنجاز، والإبداع حين يتوج بالتصفيق والتقدير. في فقرتنا إطلالات الصباح لا نضيء فقط على الأشخاص، بل نضيء على قصصهم، على الطريق الذي سلكوه، وعلى التميز الذي جعلهم يستحقون أن يكونوا قدوة ومصدر إلهام. ضيفنا اليوم ليس كغيره من الضيوف، هو صوت يعرف كيف يملأ الفضاء حضورا، وكيف يحرك في الجمهور نبض الحماس والحياة. هو شاب آمن بموهبته وتدرب وأبدع، فحصد التتويج عن جدارة. عادل بن عبد المالك اسم بات يرن في ذاكرة الميكروفون الجامعي بعد أن انتزع المرتبة الأولى كأفضل منشط في تظاهرة جامعة البوليدة 2 ليكتب اسمه ضمن قائمة النخبة، لا بالصوت فقط بل بالكفاءة بالحضور وبالرسالة التي يحملها. صوته لا يشبه إلا ذاته، وإطلالته ليست مجرد كلمات بل شعلة تضيء الطريق لكل من يريد أن يتألق على المنصات ويترك بصمته في عالم التنشيط والإعلام. فأهلا وسهلا بك يا عادل، ومرحبا بك في صباح الخير، حيث الاحتفاء لا يكون إلا بمن يستحق طبعا. صباح الخير أستاذ مجد بن عيسى، تحية طيبة وشكرا جزيلا على هذه الدعوة وشكرا جزيلا على هذه الكلمات الافتتاحية. صباحكم سعيد من الإذاعة الجهوية من بشار وبني عباس. ربي يبارك فيك عادل، وبارك الله فيك، ومشكور يعني على تشريفك يعني الجامعة البشارية بجامعة البوليدة 2، ويعني ما شاء الله يعني سجل حافل بالإنجازات. أولا ممكن كيفاش كانت التحضيرات يعني آخر هذه المشاركة هذه، يعني من اللي كنت هنا كيفاش بديت تحضر، يعني كيفاش جاك يعني الإعلان تاع المشاركة حتى ونويت تمشي تشارك؟ أولا قبل كل شيء، المسابقة الجامعية للمنشط الجامعي التي نظمت بجامعة البوليدة 2 من تنظيم نادي شعلة الإعلام. المسابقة هذه مسابقة وطنية تشمل 17 ولاية وأكثر من 40 مشارك. فالتحضيرات بدأت من هنا صراحة لمدة شهر. فيقول لك النجاح يأتي بعد المثابرة والجد والاجتهاد. أكيد. اللقب لا يأتي يعني تطلع في المنصة وتنقل كلمات للجمهور وتفوز باللقب، هذا غير صحيح. اللقب يأتي بعد اجتهاد، يأتي بعد مثابرة، يأتي بعد عمل كبير. الحمد لله قررت أن أشارك في هذه الطبعة الأولى من نادي شعلة الإعلام. وكنت ديجا قبل يعني كانت عندي مشاركات وطنية ومشاركات محلية بجامعة بشار، لكن الآن قررت أنني يعني أنافس على اللقب. لما لا يكون عادل منافس على اللقب؟ خش من المحلي مشيت الوطني. فقلت لما لا أنافس على اللقب؟ يعني كل الإمكانيات متوفرة، الصوت، الكاريزما، الحضور، الارتجالية والسلاسة والفصاحة اللغة. فلماذا لا أشارك وأمثل ولاية بشار وأمثل كل ساكنة ولاية بشار؟ والحمد لله خديت اللقب. شكرا جزيلا، والله شهادة أعتز بها صراحة الأستاذ مجد بن عيسى، وشكرا على هذه الكلمات الطيبة التي يعني افتتحت صباحي على هذه الكلمات. ربي يبارك فيك، تستاهل. شكرا جزيلا، ربي يبارك فيك. فالمشاركة هذه في الطبعة هذه كانت على دورين، على نصف النهائي وعلى نهائي. النصف النهائي كنا شاركنا 40 مشارك، وفي النصف النهائي طلعنا فقط 13 مشارك، والحمد لله كان لي نصيب في المرتبة الأولى. ما شاء الله. يعني عادل كيفاش كان يعني شعورك من تحصلت المرتبة هذه، الحضور يعني كيفاش رحب بك، يعني مادام أنك يعني كنت من ولاية غير الولاية هذيك؟ والله صراحة يعني كان شعور بالفخر. نعم. فخر. علاش الفخر؟ لأنه أولا
اول لقب مالكش في الجامعه نتاعك، يعني يعطيك ممكن الصحة. في دارك. واكثر نعم. شيء اللي يعني خلاني فخور وخلاني فرحان بزاف هو انه الطبعه الاولى. ماشي. يعني ليس من السهل ليس من السهل انك تتوج بلقب وطني في طبعته الاولى. لو كان الطبعه الثانيه ولا الثالثه نقوله، ولكن يعني طبعته الاولى باسمك ان شاء الله. شكرا جزيلا إن شاء الله. والاهم من هذا انه شرفت بشار وجامعه بشار، وشرفت العائله نتاعي، شرفت الزملاء، كل الاشخاص الذين يعني يحبون عادل او يدعمون عادل، فهذا اللقب مهدى لهم. واريد ان اهدي هذا اللقب ايضا الى اذاعه بشار وبني عباس. ربي يبارك فيك عادل، ربي يكبر بك. عادل، نعرفك يعني مولع يعني بالتعليق الرياضي، ويعني وش هي طموحاتك يعني فيما يخص المجال هذا، وخاصة يعني التعليق الرياضي التلفزيوني؟ والله يعني كما نقول احنا عادل متعدد المواهب، فيعني بس عندك المجال هذا يعني تبدع فيه. اكزاكتومون صح. يعني المجال او التعليق الرياضي يعني هو يعني بداياتي من الصغر. علاش؟ لانه انا نتبع كرة القدم كثير، نتبع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، فبالتالي يعني عندي إمكانيات باش نوصل في هذا المجال، في مجال التعليق الرياضي والمجال التعليق الصوتي بصفة عامة. وأتمنى أن تكون لي إن شاء الله فرصة في قادم الأيام، لما لا.